بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في صحة جيدة ويلقاكم الفيديو هذا بخير وعلى خير. واللي أول مرة دخل القناة نقول له مرحبا بك في قناتك، نورتني إن شاء الله. ونشكر كل المتتبعين، نشكركم جزيل الشكر ونترحموا على أمواتنا وأموات المسلمين. ربي يشفي مرضانا مرضى المسلمين، وربي ينصر إخواننا في فلسطين وفي غزة يا رب العالمين. وربي يرحم بنتي، يرحم معها ويوسع عليها ويسكنها فسيح جنانه يا رب، يا رب العالمين، ليها والمؤمنين كامل والمؤمنات. اليوم راح نقدم لكم هذا الطبق التقليدي الجزائري العاصمي اللي هو طبق الطباهج. كثير منا اللي نسمعوا يجي ولادك من المدرسه يقولوا لك واش طيبتي، تقول له طيب لكم الطباهج اليوم، طباهج بالعنق الفرارج. نبداو في الوصفه تاعنا على بركه الله. درت شويه لدم بزياده، على بالك الدجاج ماشي ما يجيش بالدم كيما اللحم. درت شويه سمن ودرت شويه زيت. وهنايا كما قلت لكم راني راح نحي هذاك السرسور تاع العنقوق، هذاك العنقيق ولا العنقوق ولا. المهم هاد الوصفه تندار غير بالعناقق تاع الفروج كما يقالوا تاع ناس زمان، العناقق باش راح طيبي تاكلوا طباهج بالعنق الفرارج. المهم حبيباتي، انا خلطت على كل حال. انا عناقق ما عنديش بزاف، خلطت هذا شويه بخيرتين، شويه هذوك واسمو تاع السرسور تاع الدجاج. المهم درت كاع واش عندي واش عندي في الكونجيلاتور درته. المهم هذا الطبق باش يندار غير بالعناقق. علاش بكري زمان كانوا كيجيبوا الضياف يطيبوا لهم الله الله الدجاج، وغد من داك يقعدوا بالعناقق يديروهم هكا بالحميصه ولا بصل ولا، ويقدموهم لوليداتهم. هذه هي حبيباتي. هنا درت شويه حميصه، يعني الطبق هذا التقليدي يجي بنين ويجي خفيف ويجي هايل هايل. هكذا حبيباتي. شوفوا انا ما درت حتى حاجه، مازال ما درتش التوابل. التوابل راح نديرهم مع الاخر. انا التوابل ما نديرهمش يتحمسوا. ابار طوماطيش تاع القوطي ما نديرش التوابل يتحمسوا. هنا سبقت في الطوماطيش ندبلها شويه مع هذاك الدجاج اللي تحمس شويه. وقلت لكم الطنيجره تاعكم قد ما تحمسوها تجي بنينه. نحمس هذيك الطوماطيش تاعي بالطبع، نقلي هذاك الطنيجره تاعي، نحمسو ديك الطنيجره تاعنا بالطبع، نقليو الطنيجره تاعنا بالطبع. الله الله. هي شوفوا، لا قليتو الطنيجره تاعكم سوا لحم سوا دجاج. وكاين خضره، بعد الخضره ثاني اللي تتقلى، مثلا تشكشوكه تاع الطرشي ولا تتقلى برك. هذا ما كان لوبيا ماشطو ثاني تتقلى برك تجيكم بنينه. وانا هذا الطبق تاعي ما درت له حتى قطره تاع الماء كيما راكم تشوفوا، غير في الطوماطيش والبصل. هذيك هي الماء تاع البصل والماء تاع الطوماطيش فقط. انا ما درت حتى قطره تاع الماء. صافي البنه تاعها في البصل وفي الطوماطيش. هكذا حبيباتي. دوك انا هذا البصل نخليه يهبط شويه، وندير التوابل فوق البصل، ونخليهم نغلق عليهم لا كوكوط، ونخليهم دبل البصل ماشي حندبلو، ماشي حنقليه ولا بالحاره يدبال، باسكو انا قليت الدجاج تاعي بالطبع، وقليت هذيك الطوماطيش تاني حتى دبالت. دوك راني راح ندير شويه فلفل كحل، شويه ملح، وشويه طوماطيش، وشويه فلفل عكري، وشويه قرفه ما درتلهاش في الحقيقه. درت الزنجبيل في بلاصتها. هكذا حبيباتي. هادو هما التوابل. اللي تحب تزيد التوابل من خاطرها كما يقولوا تزيد التوابل. هذه هي كما يقولوا ما ديرش واش درت انايا. انا درت شويه فلفل عكري وطوماطيش تاع البطاط ونبينا وصلينا عليه. هذه هي الوصفه تاع الطباهج، تجي بنينه وعلى بالي العائله كامل يحبوها. هذا هي. دوك البصل على بالكم ما عندوش واسمو بيفيه يطيح. هاوليك دبال. دوك انا واش ندير، نحرك هذوك التوابل تاعي. اليوم لساني راه يدور، ما ديروش عليا يا البنات. هكذا حبيباتي. هاني نخلط في دوك التوابل قلت لكم انا ما نديرهمش مع الاول، نديرهم مع الاخر. الدجاج تاعي يتحمس مليح مليح في داك السمن والزيت، ومن بعد الطوماطيش كذلك دبالت. ودوك واش ندير لها، نغلق الكوكوطه ونزيد نخلي هذيك الدرسه طيب في ديك الطنيجره تاعي. ودرت هنا شويه فلفل حر
تحب دير الهريسه دير الهريسه، على بالك الاطباق تاعنا دائما نحبوهم يوزوزو بشويه حر. درت أنا هاد الفليفلة هذه، ولكن سلسفيندا حارة، حارة يعني فور. وهنا حبيباتي نشوفوا نجوزوا للتسقية تاعنا، الطبق، تحضير الطبق تاعنا. وتشوفوا كيفاش المرقة هذيك جات ملبية، الله يبارك. والبنة نحسوا عليها صبعتيهم، يعني 2 جرام ما قعدتش، درتها للفطور ما قعدتش. حسبوني بربي طيبت الشربة. شويه شلاضه ما كاش، ما درناوش للشربه، كلاو غير التكتوكه. مع اللي زدت قليت لهم شويه بطاطا ورميتها لهم من الفوق باش تزكي لي برك انا يا دراري. جات هايله 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 هايله. يعني سبقت لكم في العناقق يا البنات، قلت لكم هذا الوصفه تجيب بالعناقق، سورتو لا كانت عندك العنقيق هذاك تاع الداند. هم يتباعوا العناقق وحدهم تاع الدجاج، ويتباعوا تاع الداند. انا خطرات درتهم تاع الدند ولا غير جاو روعه روعه روعه. سورتو انا العناق هذوما نشريهم للبركوكس، تاع الدانده تاع الدجاج هذوما ما نشريهمش، نشري نحيهم من الدجاج اللي نشريه، نحطهم هكذايا نبنن بيهم الماكله، كاش بركوكس كاش مرقه هكذايا نبنن بيهم برك. هذا ما كان على بالك ما يحبوش ياكلوهم في الحقيقه. المهم هما باش يبنوا برك نديروهم بن للطبق تاعنا، هذا ما كان. وصدقوني يا البنات جات بنينه، جات بنينه روعه. هذا هما يقول لك واش طيبتي اليوم؟ طيبت لكم الطباج. هذه هي الوصفه تاعنا اليوم. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، ما عليكم غير تجربوها، وما تنسونيش في الجام، وما تنسونيش في التعاليق تاعكم الشابين، التعاليق تاعكم الزينين كما نتوما الزينين، والجام باطل. هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم. حبيباتي ان شاء الله تكون عجبتكم هذا الوصفه، ما عليكم غير تجربوها. ومع الاخر زينتها بشويه معدنوس ولا شويه قزبر، غير باش نعطي تزيين برك. وصدقوني بنينه 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 فوق في الطاوله تاعكم. تحضروها في رمضان، تحضروها في ايامات الصيف، راهو جاي الصيف، وقت بصل والطوماطيش يرخاسوا. ما عليكم غير ديروا هذا واسمه العناق هذوما، وديروا لهم شويه حميصه وبصل طوماطيش، وانتم حطيتوا فطوركم وغداكم لوليداتكم. هذه هي الوصفه تاع النهار اليوم. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.